تاني أكلة معانا الكوري فواست، السجق بالكاري. وتخلي بالك في حتة المكونات إن السجق يكون لحم بقري أو لحم فراخ حلال مش لحم خنزير، وكاتشب طماطم وشوية مسحوق كاري دي بهارات عندهم، وخل تفاح وشوية سكر بني وبصل صغير مفروم. طريقة التحضير بسيطة جدا، السجق يتحط على الشواية أو يتقلي في طاسة لحد ما يتحمر، بعد كده يتقطع حلقات صغيرة، ونجهز الصوص اللي هو كاتشب على كاري على شوية خل على رشة سكر بني وبصل، ونغلي الخلطة دي دقيقة وبعد كده نصبها على السجق. والأكلة دي بتتقدم عادة مع بطاطس محمرة. والأكلة دي اخترعتها ست ألمانية اسمها هيرتا هويفر سنة 1949 بعد الحرب العالمية التانية. كانت عندها كشك صغير في برلين، فخدت من الجنود البريطانيين شوية مسحوق كاري ومن الجنود الأمريكان كاتشب، وخلطت الحاجتين مع بعض وصبتهم على السجق. ومن يومها والأكلة دي بقت أسطورة في برلين، والناس كلها بتحبها لحد النهاردة.